احلى طريقه فراخ بجد. جملت عيالي وعملت لهم اكله حلوه عشان خاطر هم فاجئوني، اللي هم عايزين يروقوا الشقه ويقفوا جنبي ويساعدوني. ينفع يقفوا جنبي ويساعدوني وانا ما اعمل لهمش اكله حلوه ترم عضمهم كده اهو؟ عملت لهم احلى فراخ مشويه في الفرن، اقسم بالله تاكلي صوابعك وراها. عايزه تعرفي الطريقه، عايزه تعرفي التفاصيل، ما تجريش الفيديو عشان تستفادي بكل جديد، وتشوفي بقى فيديو الاجازه بتاعنا مع ولادنا، مع احلى اكله حلوه لطريقه عمل الفراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا. عايزه تشوفي الفراخ خشي بسرعه على القناه وكملي معانا الفيديو للاخر. طبعا انتوا عارفين ان انا بغيب وبرجع بحاجات كتير حلوه. تمام. طبعا احنا خدنا الاجازه وانا اسفه على التاخير اللي انا اتاخرت عليكم دوت، بس والله العظيم كان فتره امتحانات والواحد ما كانش عارف يعمل اي حاجه. طبعا اللي معاه عيال وبتمتحن عارف انا قصدي ايه. تمام. اهم شيء انتوا وحشتوني جدا جدا، وما تنسوش اللايك. بصوا بقى المفاجاه دي، طبعا حنين وغرام خدوا الاجازه، ومحمد واحمد زي ما انتوا عارفين في الدروس، ومحمد خد الاجازه. تمام كده. تمام كده. دلوقتي ايه، انا قمت اروق. انا كنت ماسحه الشقه حرفيا، كنت مخليها قشطه امبارح، كانت زي الفل. فقالوا لي ايه ماما احنا عايزين نشيل ونمسح يا عيال انا ماسحه. قالوا لي لا يا ماما، زي ايه، انا متعوده طالما مسحت ممكن من على الوش كده لو الحصيره هتتلم ولا حاجه، زي ما انتوا شايفين بالمنظر اللي غرام بتعمله ده. تمام. بنكنس وبنلم التراب، مش معنى كده ان هما بيمسحوا، احنا كده بنطوق بنلم الترابه الناعمه. حلو. واكنك مسحتي بالظبط وخليت الدنيا قشطه. بس لما انا بمسح بشيل الدنيا كلها، ما بخليش جنب ما بشيلوش. تمام كده. تمام كده. كده هشغلهم، حطت شويه اوكسي في الميه ولمي بالطوق. حنين بتكنس وهي بتمسح. طبعا هتقولي لي وانت بتعملي ايه بقى فبتصوري؟ اكيد انا بصور، بس لا والله كنت بساعدهم. انا يعتبر رتبت وهم اللي عملوا زي ما انتم شايفين كده عشان الاجازه والكلام ده. طبعا انا قلت اقف على الحوض عشان هم كانوا في الوقت دوت كانوا هم اللي بيمسحوا وبيكنسوا، فانا قلت طبعا هيبقى كتير عليهم. رحت انا ماسكه المواعين. والله العظيم الحوض ده امبارح ما كان فيه طبق. الحوض دوت يعتبر مواعين الفطار بس. بص حنين كده دخلت تفرش بقى، بص محتاره عماله تجري ورا احمد، وطبعا بتفرش. قلت لهم بقى انت في نظير ما انتوا وقفتوا وعملتوا اللي انتوا عملتوه دوت. بصوا الشقه اصلا والله نضيفه، هم بقى احنا عايزين نعمل بايدينا. قلت لهم ماشي. قلت لهم بقى في نظير ما انتوا وقفتوا وعملتوا كده وخدتوا الاجازه، انا هدلعكم بقى، ادلعكم اعمل لكم اكله جميله جدا. هي حاجه واحده انا هعملها لهم بس هتعجبهم قوي، انا عارفه ان هي هتعجبهم. تمام كده. هي حنين بتلم بقى مطرح ما اختها مسحت عشان تفرش الفرش. والله العظيم خلوا الدنيا زي الفل. تعالوا شوفوا المفاجاه دي بقى. بص كيمو كده كان نايم وصحي عشان النهارده يعتبر السبت واجازه. تمام. دخل كده اتوضى ودخل يصلي. طبعا وحشكوا كيمو طبعا، وليه كتير قوي ما بيطلعش وانا بتحايل عليه عشان يطلع. يقول لي هم متابعيني ما بيسالوش عليا. بيقول لي في الاغاني عشان عايزه اصلي. العيال بيحبوا يشغلوا اغاني وكده. طبعا هو كده بيصلي اهو. فحنين بتقول لي يا ماما صوريني، انا قلت لها حاضر. كده بقى كانوا بتفرش ومحمد واحمد بيساعدوها بيفرشوا معاها. بص محمد بيديكوا بوسه. بص هي كده اهي، طبعا بيساعدوا بعض. هي يا جماعه المساعده مش وحشه، ويا ريت كل واحده معاها بنت تقول لها قومي اعملي، علميها حاجه لنفسها. بصوا احمد يا اختي عسوله يا احمد، بص بيعدل الفرش. بصي بيشوفنا بصوره. دوسوا لايك، بيقول لكم دوسوا لايك. بصوا يا جماعه بقى بجد وامانه، كل واحده معاها بنوته كانت في المدرسه وخدت الاجازه، انت كواجب عليك تعلميها في البيت عشان لما تكبر او تروح يعني ربنا يكرمها كده وتكبر وتيجي تتجوز تبقى متعلمه كل حاجه، مش لسه هتتعلم. بص حنين بعد ما فرشت وخلص تقول لي صدق انا ما مسحتش الحيطه. كده خلاص انا خلصنا الشقه كلها. كده بقى بعد ما خلصوا بيلعبوا بالبلالين. غرام طبعا هي بتساعد اخواتها بلعب البلالين وتبهدل الدنيا. خلاص احنا روقنا بقى. بتاعت محمد اتخيل. طب قول لهم دوسوا لايك. دوسي لايك في كل الفيديوهات دي كلها اللي انا عملتها مع ماما. كده خلاص كنا خلصنا. مش عارفه الاضاءه عامله كده ليه، معلش اللنده اتطفت، معلش عشان خاطر ايه كان الدبان وكده. كده هم خلاص خلصوا الشقه وفرشوها. بصوا العيال فرحانه طبعا بالبلالين ومبهدلين الدنيا. كده غرام كانت بترش معطر في الشقه. بصوا بيتصوروا بقى. كده خلاص احنا خلصنا الفينش بتاعنا وخلصنا الترويق والمسيح. يلا بينا بقى على الاكل، وهوريكم احلى طريقه اكل سهله جدا. بصوا بقى دول كده
3 بصلات كبار، وحطيت معلقتين زيت في الصينيه، هننزل بيهم كده. خلاص احنا خلصنا الروتين بتاعنا، نخش بقى على الغدا كده بعد الروتين ده. كده دي هريسه، فلفل مطحون وانا شايلاه في التلاجة، وحبايه طماطم واحده. تمام. هنا فلفل اسمر، معلقه سكر، ورق لوري، دجاج، قرفه، جنزبيل، ملح، ليمونه مجففه. تمام. تمام. طبعا الخل بتاعنا نحط كده معلقتين حلوين كده كبار، او يعتبر ربع كوبايه صغيره، وادمجي كل المسك ده مع بعض. يا جماعه انا الحاجه دي ما ينفعش تقولي لي بالمعلقه، لازم تدعكي كل الخليط ده في قلب بعضه. طبعا ليه؟ عشان الفراخ تشرب منها وتبقى جميله. وفي طريقه برضه هوريها لكم الفراخ عشان التتبيله تشرب منها. بصوا بقى اهي، تدعكيها كده وتقومي جايبه السكينه وتشققي بقى الفرخه. بصي تشققيها زي ما انا بوريها لك كده. تمام. بصوا تتشقق ليه؟ عشان لما تيجي تدمجيها بالخليط ده تكون شربت. والله العظيم اسهل طريقه وبسيطه جدا، اقسم بالله ما خدت معايا ربع ساعه. حرفيا احنا يا دوبك على ما العيال حفظوا القران بتاعهم كنت انا مخلصه الاكل، وربنا يهدهم لي يا رب. بصوا كده بقى بشقق ازاي. بصوا عشان الصدر عامل ازاي، تربيه ايدينا وحياة عينينا. الفراخ دي تربيتنا على فكره. بصوا بقى كده الصدر ده شققته من كل حته عشان كبير بسم الله ما شاء الله. لازم التتبيله تخش فيه وتعشقيها كده جواه، تلاقي اللحم مسكر وطعمه جميل كده وحايق. انما هتسيبيها سليمه هتبقى حايقه بس مش هتاخد التبس الحياء اللي انت حاطاه ده خالص. بصوا هشيلهم بقى في الطبق تاني. بصوا بدخل ازاي الخليط، حرفيا حرفيا كانت جميله والله العظيم ما شكرانيه في الواحد. بس والله الطريقه دي انا عملتها وعجبت جوزي جدا وعجبت حماتي، وولادي لو كانوا هنا والله كانوا قالوا لكم. تمام. انا دمجت، انا خلصت الفيديو ده قلت لهم لازم انزله النهارده. خلاص بقى خدنا الاجازه بقى والامتحانات خلصت، نبدا بقى نشوف حياتنا بقى. مش كل ما اعمل كام فيديو كام يوم اقعد والكلام ده. بس الاجازه كانت واخدانا من العيال والله. كان معايا عيال الكام يوم اللي بدأوا فيهم الامتحانات كنت انا تعبانه قوي. كنت الفتاء تعبني وهعمل العمليه فيا رب ادعولي كده بس ربنا يقف معايا. فكانت سلفتي والله واخده العيال كام يوم كانت بتذاكر لهم اول ضغط الامتحانات. كانت بامانه كانت بتاخد العيال تذاكر لهم بصراحه. فكنت تعبانه ما كنتش فايقه يعني، كان تعب وكان امتحانات وما كنتش قادره خالص. كان اسبوع صعب وسبحان من عدى علينا. بصوا بقى الفراخ باخد بقى من الخليط كده، مش هتحطي لها اي حاجه تاني انسي. كده صينيه الفراخ خلاص دمجنا كل حاجه مع بعض. بصوا بقى كده شويه ميه حلوين سخنه كده، مش ميه كتير، هي كده كده هتبك خيرها. ومعلقتين زيت ما تكتريش عشان يديك اللمعه اللي انت شايفاها في الفراخ دي. والفلفل اللي انا حاطاه ده فلفل احمر مش حراق، انت حباها تبقى حراقه دي حاجه بتاعتك. انا عامله فلفل رومي طحناه وشايلاه في التلاجة بيديني اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. بصوا بقى خدت شويه ميه سخنين كده بص اهي كوبايه ميه سخنه، وحطيت عليها مكعب دجاج، مكعب واحد بس عشان انا محيقاها، واحط عليها شعره ملح وشويه فلفل اسمر. لازم اوريكم الخطوه اللي انا بعملها عشان اللي يجرب الطريقه دي. بصي شويه ملح برضو صغيرين عشان ولا تطلع حادقه منك ولا دلع منك، تبقى مظبوطه كده. بصوا بقى هترشيها كده على الوش عشان هي هتنزل خيرها. انا هديها غلوه واحده بس على البوتاجاز، هي غلوه واحده، وبعد كده اكمل سواها في الفرن. بصوا اهي حطيتها على البوتاجاز اهي. بصوا بدأت تغلي ازاي. والله العظيم لو التليفون ده بيطلع الريحه انا كنت شممتكم الريحه الجميله دي. تعالوا بصوا بقى الجمال، ادي. بصوا بقى اهم شيء اللايك عشان خاطر الفيديو ده لو عجبكم تدوسوا اللايك يوصل للناس كلها عشان الناس كلها تستفاد. ومتابعيني وحبايب قلبي ادعوا لي كده ان ربنا يقومني بالسلامه واقف على رجلي تاني، رغم انا خايفه ومش عايزه اجري في حوار العمليه ده. ومع الف سلامه يا حبايب قلبي.